ماذا حدث في ماتش مصر والأرجنتين؟ أنا كنت عايز أتكلم على الفيديو ده بقالي من ساعة ما الماتش خلص تقريبا 5-6 أيام، ولكن قلت إيه، لقيت الناس ماسكة بعض فاشخين بعض على الفيسبوك والسوشيال ميديا. الناس حرفيا هاينة بعض، ودي حاجة أنا مشفتهاش قبل كده الصراحة بالقسوة دي، وخوض في أعراض وسب أديان وشتيمة وقلة أدب، يعني اللي هو إيه، مفيش كده يعني. فأنا قلت إيه، احترم نفسك يا ابن الناس، بلاش تهزق نفسك، عشان انت ايه يعني، الناس مولعه نار. ولكن بما ان الدنيا هدت شويه والناس بقى والمنتخب رجع مصر واحتفلوا بيهم وطلعوا في كل القنوات التلفزيونيه، وفضل شويه هيعملوا فلوجات على اليوتيوب، فانا شايف ان انا هتكلم بقى عن الموضوع، لان انا مش هتكلم بس من منظور الماتش، انا هتكلم من المنظور العقليه المصريه بشكل عام. والكلام ده هيعجب ناس وهيضايق ناس بغض النظر، ولكن انا هتكلم زي ما الناس متعوده مني يعني. طبعا ده اول فيديو هنا في القناه، اول مره تشوفني غالبا، او الله اعلم اول مره تشوفني ولا لا. ولكن القناه التانية الاساسيه بتاعتي هنسيبها زي ما هي، مش هندخل الدنيا في بعض يعني. طيب ايه اللي حصل في مباراه مصر من وجهه نظر لاعب كره سابق؟ او انا كنت بلعب كره في يوم من الايام في حرس الحدود وفي الاولمبي وفي الكروم وفي النصريه وفي الدخيله. انا مش شايف ان احنا اتظلمنا باي شكل من الاشكال، برضه عشان نكون صحيح. خلينا نتكلم اول عن الماتش، وبعد كده خلينا نتكلم عن اللي حصل بعد الماتش والناس رجعت مصر وهكذا. انا مش شايف ان احنا خسرناش تحكيم، احنا خسرنا كوره تماما يعني. احنا خسرنا كوره بس، احنا خسرنا فنيات، خسرنا مدرب مش عارف يقرا الماتش او ما قدرش ان هو يدير اخر 10 دقايق ربع ساعه من الماتش. مدرب نسي ان اللي بيلعب قدامنا اعظم لاعب في التاريخ، قادر ان هو يعمل فرق في ثانية، حتى لو هو كان عامل ماتش سيء او ماتش مش احسن حاجة، او لو كان ان هو حاجات كتير قوي ميسي في الماتش ده ما عملهاش احسن حاجة، وده طبيعي، راجع عنده 39 سنة، ولكن في النهاية هو يعتبر خلص الماتش. مشكلتي مع الناس، طبعا انا بعد الماتش ما خلص لقيت ستات بتتكلم وبنات وبيعملوا فلوجز واحنا اتظلمنا، ودخلوا شتموا الحكم وام الحكم وابو الحكم. وطبعا ده شيء يدل على يعني انحطاط وانعدام تربية مش طبيعي. يعني انت غير ان انت غبي في الكورة، او انت متخيل ان انت خسرت فعلا بسبب التحكيم، وده يعني انا حتى سمعت ناس، وبالمناسبة الناس اتغيرت يعني. انا حتى ليه ما رضيتش اعمل الفيديو ده في الاول، لان انا كنت شايف كل الناس شايفه ان احنا اتظلمنا. وطبعا بقى كل اليوتيوبرز بتوع الكوره، وكل الناس المحللين المصريين اللي عايشين في الخليج او عايشين في مصر وعندهم قنوات على اليوتيوب او بيطلعوا في برامج او في بودكاست او الكلام ده، وفي اول ما الماتش خلص كلهم قالوا اتظلمنا. ودلوقتي لما بسمعهم في الحاجات الجديده كله بقى ايه، بيرجع وبيتكلم بالعقل والمنطق اللي انا بكلمك بيه دلوقتي، ان هو احنا ما خسرناش كوره، احنا يا جماعه خسرنا، احنا قصدي ما خسرناش تحكيم، احنا خسرنا كوره، وان احنا كان المفروض نمسك الكوره اكتر من كده، ومش عارف كانت التبديلات غلط، وتريزيجيه نزل ما عرفش يقفل على ميسي، وحاجات عبثيه جدا. ولكن في النهايه انت ما خسرتش تحكيم، انت خسرت كوره فقط، انت ما عرفتش اصلا تماشي الارجنتين اخر 10 دقائق ربع ساعه، فبالتالي انت تحولت من 2-0 ل 3-2. وهتقول لي بقى تحكيم، وبالمناسبه حتى التحكيم معظم الحالات التحكيميه اللي عليها جدل، انا مش شايف يعني مثلا ضربه الجزاء بتاعت صلاح دي مش ضربه جزاء في اي عرف وفي اي ليجا في الدنيا مش هتتحسب ضربه جزاء. الكره بتاعت دي بقى الحاجه المستفزه بالنسبه لي لو احنا نتكلم في التحكيم، اللقطه اللي اسمه ايه ده ضرب فيها امام عاشور على وشه او خبطه في وشه، انا استغربت. فكك من ان التحكيم ما رجعش او انها المفروض تبقى اصفر او احمر او ايا كان، انا استغربت ان امام عاشور ما اتكلمش. طب يا عم بلاش امام عاشور، القائد في الملعب اللي هو صلاح ما اتكلمش، ما حدش اتكلم على الحكم، ما حدش راح للحكم، ما حدش صاع على الحكم، ما حدش ضغط على الحكم. ما هو انت في النهايه هو الحكم ده بني ادم، تضغط عليه عشان الفار يبص ويرجع، ولو في حاجه تتحكم لك. انما انت في النهايه ما حدش اتكلم خالص. احنا اللي كنا بنتكلم على الفيسبوك والسوشيال ميديا. فسيبك بقى من كل ده، سيبك بقى من الماتش خالص. الماتش خلص وخسرت، واصلا ان انت توصل له في المكان دوت في كاس العالم في اول مره في تاريخك، ده يعتبر انجاز. ماشي، جت في صفك ان انت كنت 32 فرقه، جه في صفك ان انت وقعت قدام اضعف فرق في البطوله ما عدا بلجيكا اللي تعادلت معاها. سيبك من كل ده، وان اللي انت وصلت له دوت كان هو الطبيعي، واللي انت خرجت هو ده الطبيعي. سيبك من كل ده، انا عندي بقى مشكله تانية خالص بقى مع الناس. الناس بتستبيح لنفسها او بتدي لنفسها انها تخوض في الاعراض، انها تشتم، انها تسب.
انها لمجرد انها اختلفت معاك في الراي في ماتش كوره. يعني احنا بنتكلم في ماتش كوره، مش بنتكلم مثلا في حاجه مثلا تستحق. هي ماتش كوره معلم، اتفرجنا على الماتش ساعتين، انبسطنا او اتضايقنا، خلاص كل واحد هيرجع لحياته، سواء حياتك بائسه او حياتك سعيده انت هترجع لها بغض النظر بقى. فاللي حصل لا، الناس ما رجعتش بقى، الناس لحد دلوقتي بتصيح، والناس عماله دلوقتي بتنزل السوشيال ميديا، والناس لحد دلوقتي بتقول لك لا احنا اتظلمنا. يا جماعه احنا ما اتظلمناش يا سيدي، تعالى شوف اللعيبه. اللعيبه راجعه تلعب تضحك وتهزر وتطلع في برامج وترقص وبيستقبلوهم في المطار، وكل ده اكننا عملنا انجاز، مع ان انت في الحقيقه انت ما عملتش انجاز. ايه الانجاز اللي انت عملته؟ ايه الانجاز اللي منتخب مصر عمله في كاس العالم؟ المجموعات تعادلت مع ايران، سيبك من ان انت كان المفروض يبقى هدف او مش هدف في النهايه، فكك منه. تعادلت مع ايران، تعادلت مع بلجيكا، كسبت نيوزيلندا. اي حاجه غير اللي حصل ده كان هيبقى فضيحه. يعني انت تعادلت مع بلجيكا، ماتش جامد جدا، كويس، تعادلت حلو. احنا دايما اصلا كمنتخب مصر قدام الفرق الكبيره دايما بنلعب حلو اصلا، يعني بالذات لو الفرق دي من اوروبا او اي حاجه غير افريقيا. فتتعادلت مع بلجيكا طبيعي، كسبت نيوزيلندا. انت عايز تخسر من نيوزيلندا؟ ما يعرفوش الكوره دي اصلا مدوره ولا مستطيله اصلا. فانت كسبت نيوزيلندا، ما ده الطبيعي، ما انت هتخسر من نيوزيلندا يعني، ما انت لازم تكسب نيوزيلندا، ده العادي. ايران فرقه ربعك في التصنيف، كان المفروض تكسبها يا عم، اتعادلت معاها، خلاص قعدت وبقيت تاني مجموعتك وقابلت استراليا. انت عايز تخسر من استراليا؟ ما انت لازم تكسب استراليا. استراليا دي برضه ما تعرفش حاجه عن الكوره زي نيوزيلندا، بس انضف سيكا، ولكن برضه تحتك في التصنيف والقيمه التسويقيه وجوده اللعيبه، كل ده تحتك، فانت كان لازم تكسب استراليا، مع انك رحت معاهم لحد ضربات الجزاء. بس يا عم ماشي، وقابلت الارجنتين. المفروض بقى الارجنتين هو اول اختبار حقيقي انت تلعبه قدام كوره، قدام فرقه بتلعب كوره، قدام بطل العالم السابق، قدام واحد في الفرقه افضل لاعب في التاريخ، راجل بيكلم الكوره عنده 39 سنه، وقادر ان هو مجرد بس ما يعمل حاجه تكتيكيه ويحط نفسه على اليمين قادر ان هو يطلعك بمكسب في 10 دقائق. تلعب وتعمل قدام المنظر المخزي ده، يعني لا عارف تدافع، لا عارف تمسك نفسك 10 دقايق، لا عارف تنزل لعيبه تعمل تبديلات صح وتقف صح. المدافع اللي عندك اللي اسمه ياسر ابراهيم ما عندوش فكره عن الكوره غير ان هي مدوره. راجل ما عندوش اي خلفيه عن الدفاع، راجل كل توقعاته وكل حاجه بيعملها غلط في الدفاع، كل حاجه غلط حرفيا، هو بس بيصرخ بعد كل كوره. طب ما انا انزل اصرخ انا كمان وادوني بقى $1,000,000 في السنه؟ مش منطق، مش منطق. في النهايه الناس دي رجعت، احتفلنا بيهم بعد ما خضنا في الاعراض، وبعد ما اتكلمنا عن شرف بعض، وبعد في النهايه ما حدش عارف ان انا وانت عايشين اصلا، انت ما كسبتش اي حاجه. فانا من وجهه نظري انا مش شايف ان منتخب مصر عملوا اي انجاز صراحه، بالعكس خالص خالص. اللي حصل هو اللي كان المفروض يحصل، سواء انت كسبت الماتش اللي انت كسبتها ده اللي كان المفروض يحصل، وان انت طلعت من الارجنتين ده اللي كان المفروض يحصل. ليه؟ لان انت ما عندكش كوره اصلا، يعني انت ما عندكش لعيبه متاسسه تقدر تلعب حتى في انديه في اوروبا. انت اللي كل اللي عندك في اوروبا 2 3. صلاح خلاص رايح غالبا تركيا او السعوديه، ومرموش قاعد دكه في السيتي وغالبا هيمشي، لان او هنشوف ماريسكا هيعمل معاه ايه. ومين تاني عندك في اوروبا؟ مصطفى محمد ما جاش، عبد المنعم ما اعرفش انت جبته ليه، مفيش خلاص. شكرا، شكرا على كده. ممكن عندك كمان اسمه ايه ده اللي هو في الخليج، وخلاص ما عندكش اي حد. فاحنا محتاجين بقى نبني من الصفر ككوره وكا. بس انا مش جاي اكلمك كده النهارده، انا جاي اكلمك في حاجه تانية خالص، ان احنا ضاعفنا مرتب حسام حسن، وزودنا وعطينا مكافآت للعيبه واحتفلنا بيهم ومطلعينهم ابطال وتلفزيونات وي وي وي، وفي الحقيقه هو مفيش انجاز حصل يستدعي كل ده خالص. يعني انا من وجهه نظري حسام حسن صايع، قدر ان هو يقلب الموضوع ان الموضوع نظريه مؤامره. نظريه مؤامره ايه يا عم؟ هو احنا كل ما نحصل حاجه، كل ما نخسر في حاجه هنطلع نقول لك نظريه مؤامره؟ ما هي مش نظريه مؤامره، ما هو نظريه مؤامره ما هو انت لو كان انت فرقه ضعيفه خسرت قدام الارجنتين بسبب ان انت ما عرفتش تدافع، بسبب ان انت ما عرفتش تمسك كوره اخر 10 دقائق، بسبب ان انت ما قدرتش تتحمل ضغطهم اخر 10 دقائق فخسرت. فين المؤامره هنا؟ هتقولي تحكيم. يا عم تحكيم ايه؟ وبعدين الناس باي حق تدي نفسها الحق انها تخش تهاجم الحكم بالمنظر ده، وتهاجم ابوه وتهاجم امه وتهاجم مش عارف مراته ايه يا جماعه؟ دي سفاله، ده انعدام تربيه، مش حاجه نفتخر بيها يعني دي حاجه المفروض انها من اوسخ الحاجات اللي انت ممكن تعملها، هي ان انت اللي انت عملته ده، ان انت عملته دوت مع الحكم والناس اللي عملت كده والناس بتفتخر بكده، دي وساخه وقله ادب.
حقيقي دي وساخه وقله ادب تماما. انت ما عملتش، يعني مش ده اللي كان المفروض يحصل، مش ده. احنا المفروض ان احنا نتكلم بعقل وبمنطق، نحط نفسنا قدام امر واقع. ومفروض حسام حسن مرتبه ما يزيدش ولا حاجه، لان هو ما عملش حاجه تستحق. و... وخلاص. الناس بتوع السنغال لما طلعوا من بلجيكا نفس السيناريو. المدرب مشي وقال لك مش هتكلم على التحكيم، مع انه ممكن يتكلم على التحكيم. ونفس السيناريو تقريبا، ان هم كانوا كسبانين لحد اخر كام دقيقه او خسروا في النهايه. نفس العقليه بالظبط، الفرق ان ده بس منتخب لاتيني وده منتخب اوروبي، بس مفيش فرق تاني. انما انت في النهايه الناس دي مشت مدربها وي وي وي. انما احنا بقى نعمل ايه؟ نزود مرتبه، نجدد عقده، ومفيش حاجه خلاص. ما فيش اي حاجه حصلت. اكن احنا عملنا حاجه، اكننا انتصرنا، او اكننا مثلا فخورين. ما فيش حاجه. ماشي، دي اول مره نوصل فيها، اوكي، ولكن حيثيات السيناريو اللي وصلتك لهنا مش حاجه تخليك فخور. انت ما فيش حد كسبته كان مفروض ان انت تخسر منه. انت كسبت كل اللي انت كان المفروض تكسبهم، وتعادلت مع ناس حتى زي ايران انت كان المفروض تكسبهم، بس ماشي. و... وطلعت من الارجنتين. انت كنت احنا كلنا كنا عارفين ان احنا هنطلع من الارجنتين. مفيش حد كان عنده شك ان احنا هنكسب. فكك بقى من جو ان انا واثق في المنتخب وبتاع، فكك من الجو ده. لان الثقه بتيجي على حاجه واقعيه مبنيه بالفعل. اي حاجه مش واقعيه فانت بتحلم. يعني انا نفسي مثلا ان انا مثلا ربنا دلوقتي ينزل في الجنينه عندي 10 مليون يورو، يا رب نقعد ندعي 100 سنه. هل ده هيحصل؟ لا، لانه مش منطق. هل ده معناه ان انا مش واثق في ربنا؟ لا طبعا واثق في ربنا جدا، بس انا واثق في الكيفيه ان الموضوع بيمشي ازاي. فانا واثق ان انا هكسب الارجنتين. على اساس ايه؟ على اساس هي تكسب الارجنتين؟ يعني جبت الثقه دي منين؟ انت فعلا كنت كسبانهم، وفعلا كان ممكن تكسبهم، بس الواقع وعداله الحياه ان انت حتى مش قادر تدافع اخر 10 دقائق فخسرت. لا، وبعد ما خسرت بدل ما نطلع نعتذر ونقول واحنا اسفين وده ما يصحش ونعاقب ونحاول ونصلح ونقول هنشتغل وي 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 وي، لا، صرفنا في برامج واكلنا وشربنا وزودنا مرتبات. وطبعا ده كله عبث. انا مش ضد ان حد يزود مرتب، ما هو مش بيزود مرتب من جيبي، عادي هو حر. بس انا بتكلم في ان مفيش حاجه تستدعي المكافاه. بتكافئ على ايه؟ والناس تاخد تشتم في بعض. يا جماعه انضجوا والله الموضوع. انا اقفل الفيديو دوت. القناه هنا هتكون عن، ما اعرفش والله القناه هتكون عن ايه، انا لسه ما حددتش قوي. او يعني هتكلم عن مواضيع عامه انا مش حابب اتكلم فيها في القناه الرئيسيه، لان القناه الرئيسيه هتبقى حاجات السفر والحاجات اللي احنا متعودين عليها. واي حاجه جديده او اي حاجه انا عايز اتكلم عليها هنا، سواء كانت حاجه ترند او حاجه موضوع عام انا عايز اتكلم فيه، فانا هتكلم فيه هنا. فبس اشوفكم في الحلقه الجايه.